تعالوا اتغدوا النهارده معايا كوسه. جبت كيلو ونص من الكوسه، رحت بقى عامله بيهم صينيه البشاميل اللي انتوا شايفينها والطاجن الكوسه ده. بصوا بقى البشاميل، مش عارفه، عايزه اقول لكم الديك دوت هيضيع مستقبلي، وكل فيديو اقول لكم كده. الديك بتاع الجيران دوت كل شويه كاكي كده، اعمل ايه؟ اذبحه ولا اعمل ايه؟ يلا بينا بقى نشوف وصفتنا. لو لسه ما حطيتيش اللايك اعملي اللايك بتاعك واعملي لي متابعه عشان تشوفي بقى ايه حكايتي مع الديك ده. بصوا بقى يا ولاد، بصلتين كده متوسطين احطهم في الكبه، وارمي فلفل كده حراق، ونص كيلو من اللحمه المفرومه معانا. عايزه اقول لكم كده اروح فرماهم زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم منتجت لكم الصبح، برضو الديك ده معانا، منتجت العصر الديك ده معانا. بالليل اكون انا اللي نمت، تعبت منه فكون انا تعبت ونمت كده. فرمت اللحمه مع البصل زي ما انتم شايفين، ورحت حاطه بقى ملح وفلفل اسود. خلاص، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. قسمت اللحمه المفرومه بتاعتنا كده، حطيت عليها معلقه فابريكا كبيره، وحطيت عليها معلقه صلصه، وكده بقى هقلبهم مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده ندمج الفابريكا مع الصلصة كويس مع اللحمة، وهبدأ بقى اجيب ايه، نص كيلو من اللحمة المفرومة التانية، هكوره كور صغيرة كده. وكده بقى برد كل الأذواق، هعمل النهاردة صنف أبيض وصنف أحمر عشان اللي ما يحبش دي ياكل من دي. وكده خلصت نص كيلو من اللحمة، برضو هنعمل بيه النهاردة الوصفتين بالشكل ده كده. بصوا خلصت بقى كل الكمية. هتجيب الكوساية الوسط بالشكل ده كده، تغسليها كويس عشان الرمل، وهنبدأ نقطعها كده تقطيعات كبيرة بالشكل ده كده، حلقات كبيرة، علشان انا هقورها بقى وافرغها من النص بالشكل ده كده. اخلص الكيلو ونص وكده اروح جايبه المقوره بقى ومقوراها كده زي ما انتوا شايفين. بكل سهوله هيطلع معانا القلب زي ما انتوا شايفين كده، ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه، سهلة وبسيطة وما بتاخدش أي وقت. أو حابة تجيبي الكوسة دي وتقطعيها من النص وتفرغيها وتعمليها على شكل قوارب، اعمليها. بس أنا حبيت النهاردة إن تبقى قطعة كده صغيرة، كل ولد ياخد قطعة أو قطعتين في طبقه، وكده تبقى إيه، وكمان يبقى الشكل كمان، أو تبقى صغيرة للأطفال الصغيرة بيحبوا الوصفة دي أكتر من القوارب بالشكل ده كده. هبدأ بقى أجيب اللحمة المفرومة اللي هي محطوط عليها الصلصة ومحطوط عليها الفابريكا، أحشي الكوسة بتاعتي كده شايفين كل الكمية كده الأول، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بالشكل ده كده، هنرصها بس تشوفوها ان احنا ايه خلصناها كلها مع بعض كده. ما بتاخدش اي وقت، حشوها سهل وبسيط وما بتاخدش اي وقت. هجيب بقى صينية فيها معلقة سمنة كده وشوية زيت، واروح حطاهم يسخن كده على النار، الصينية اللي هعمل فيها الوصفة. واجيب معلقتين دقيق كده اعفر بيهم الكوساية يمين وشمال كده عشان تاخد لون ذهبي، وكده بالشكل ده كمان، واللحمة ما تفكش معانا او تطلع معانا من الكوسة. كده هنرص كل الكمية، نبدأ نقلب على الوش التاني كده، ماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة. شايفين كده، حبة يبقى اللون زي ما انا مطلعاه كده، حبة سيبيه افتح شوية، حبة حسب ما انتي بتحبي. بالشكل ده كده بقلبهم كده. بقولك بقى ايه، كل كمية الزيت والسمنة اللي معايا دي هروح واخداها كده افضيها شوية عشان ما تبقاش دسمة معايا، عشان نعمل منها ايه، البشاميل. بصوا بالشكل ده كده كله اتحمر معانا، وكده هفضي الزيت عشان نعمل الزيت والسمنة عشان نعمل البشاميل، وهزود عليهم كمان معلقة سمنة ومعلقتين من الدقيق، اشوحهم كده كويس، وعليهم نص كيلو من اللبن. وكده يبقى انا عملت بشاميل خفيف عشان الوصفة بتاعتنا، وملح وفلفل اسود، وكده خلاص البشاميل. عايزين بقى سمكه كده يبقى خفيف بالشكل ده كده. نجيب بقى الصينية بتاعتنا كده، نسوي بس الكوسة كده في النص، وروح حاطين البشاميل ده فوق الكوسة بالشكل ده كده. حابة تحطي جبنة موتزاريلا حطي، حابة تحطي شيدر حطي، حابة تحطي ميكس حطي. انا حطيت حتة جبنة موتزاريلا كده كانت باقية عندي فوق الوش بالشكل ده كده. كده بقى احلى صينيه كوسه بالبشاميل اللي تعمليها للولاد. عايزه اقول لك بقى برضو قلب الكوسه ده مغذي ومفيد، وهنعمله طاجن حلو، وهنعمله باللحمه زي ما انتم شايفين. ربع كيلو اللحمه الباقي اللي كان معانا وكورناه، رحنا معفرينه كده في الدقيق في معلقه سمنه على النار في طاسه كده، ومكعبات طماطم ومكعبات بصل موجوده معايا عشان نعمل بقى ايه، احلى طاجن من قلب الكوسه. بس نسوي اللحمه بتاعتنا كده، كور اللحمه دي الاول، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض بالشكل ده كده. شايفين قلب الكوسه كان فيه اتنين باقيين معايا كده من الكوسه اتقطعوا وانا بقورهم، فهنحطهم كده نقطعهم كمان تقطعات صغيره كده عشان تدي برضو لون خضر للكوسه، ما تبقاش بيضه برضو. بصوا بالشكل ده كده، واللحمه بتاعتي استوت كده، هروح شايلها بقى على جنب. ومعايا بصلايه
ومعايا ايه فصين توم وملح وفلفل اسود ومكعبات الطماطم اهي موجوده. بس هنزل بقى بقلب الكوسه كده ياخد تشويحه كده مع بعض، واروح نازله عليهم بالطماطم. وكيس الصلصه اللي احنا خدنا منه معلقه، هنكمل بقيته كده على الوصفه بتاعتنا، وتشوحوا كده مع بعض. وهنزل عليهم بقى بكوبايه ميه، ويستوي بقى معانا قلب الكوسه ده، وروح مفضيينه في الطاجن زي ما انتوا شايفين، ونازلين عليه بكور اللحمه ومدخلينهم الفرن. وكده بصوا بقى الوصفتين في قلب الفرن عاملين ازاي. من كيلو ونص كوسه عملنا صنف ابيض وصنف احمر. وكده وصفتي يعتبر خلصت. وكده هنعمل معاها بقى ايه شويه رز بالشعريه عشان ناكل بيها ايه الطواجن اللي معانا دي. حطيت ايه حبه زيت على النار كده وعليهم الشعريه تتحمر معانا. وكده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. لو لسه ما حطيتليش اللايك حطي لي اللايك واعملي لي متابعه عشان يوصل لك كل جديد. كده الشعريه بتتحمر كده زي ما انتوا شايفين. عملنا بقى ايه النهارده غدا سهل وبسيط من كيلو ونص من الكوسه. كده شويه ملح بقى الرز نزل كده على الشعريه ونقلبهم مع بعض، وشويه الملح والميه السخنه بتاعتنا. وكده خلاص وصفتنا طلعت من الفرن. شايفين طالعه سخنه ازاي مشكشكه ازاي من الفرن. كده الوصفتين بالشكل ده كده، واحنا قدمناهم معاكم في اول الفيديو، كناهم معاكم زي ما احنا كناهم في الاول، كناهم معاكم بالشكل ده. بصوا بقى كده كده اتفضلوا بقى معانا. شايفين الكوسه طالعه عامله ازاي؟ بصوا بصوا الكوسه التانية، وشايفين بقى السوا بتاعنا عامل ازاي. بصوا بقى الكفته مستويه جوه قلب الكوسه، وادي البشاميل كمان، وادي الكوسه ما بيطلعش منها اللحمه المفرومه. كده بقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير والسلام عليكم.